الو. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتورة مروة؟ انا بخير، اتفضلي. حابه تقولي اسمك؟ ايوه يا فندم، اسمي نورة. يا نورة، انت على الهوا يا نورة، اتفضلي. اولا مبروك على الدكتوراه، ولو اني جايه متاخره بس حبيبتي. على ما عرفت اوصل لحضرتك، الله يبارك وربنا فيك. يوفقك يا رب يا رب. ودايما اللهم كده. امين يا رب. يا رب دايما في العلال ان شاء الله. تسلمي لي، يا رب يخليكي. اتفضلي، انا تحت امرك. بصي يا دكتورة، انا انا كنت متجوزه، يعني اتجوزت وانفصلت، امم. وكان معايا ولد من امم. الجزء الاولاني. امم. فقعدت 7 سنين متطلقة. 7 سنين. امم. وبعد ال7 سنين دي طبعا كان في قواضي طبعا بيني وبين طليقي وكده. فكان في محامي المفروض ان هو اللي بيخلص الحاجات دي. جميل. فبعد ما خل... فبعد ما خلص الحاجات دي فارتبطت انا والمحامي ده واتجوزنا. امم. تمام. فانا يعني عشت مع المحامي ده، يعني بما يرضي الله. يعني هو محامي بس شيخ. الشيخ امم. بقى اللي بدقن اللي قال الله وقال الرسول، ويخطب في المساجد. وبصي، يعني الناس شايفاه ملاك ماشي على الارض. وكان بيعمل لك ايه؟ هو معاملته معايا في الاول كده، ما انا بقول لحضرتك ملاك ماشي على الارض. يعني لو كان قال لي ارمي نفسك في البحر، امم. اقتلي نفسك، بصي اعملي كنت اي حاجه في هتوافقي؟ نفسك، أنا على طول ما فيش اعتراض. امم. ما عنديش اي حاجه هو يقولها هي الصح. امم. حتى لو غلط، حتى لو غلط هي الصح. فبدأت كنت قاعدة، يعني اتجوزته وهو كان متجوز 2 غيري. كان كمان. على ذمته اه. كان على ذمته 2 يعني انت كنت غيري. الزوجة التالتة؟ ايوه يا فندم. اه. فكنت متجوزة في شقتي في بيت أهلي مع والدتي. كانت والدتي طبعا والدي متوفي وما فيش حد. فأنا لما اتطلقت بقيت أنا وهي وابني قاعدين في شقة في فجبتيه بيت يقعد معاكم بقى لما بيجيلك؟ طبعا هو بيروح لزوجاته التانيين. أيوة طبعا بيروح لهم في بيتهم. ولما بيجيلك على بيت امك اللي انت رجعتي له. بالظبط. امم. بالظبط. فهو طبعا هو ما كانش معرف حد من أهله، بس أنا أهلي وجيراني، وكانت كل الناس اللي حواليا كانوا وقرايبي عارفين. كلهم عارفين امم. إن أنا متجوزة. فعشنا وفضل ورايا. احنا لو فضلنا هنا انا خايف اهلي يعرفوا، ولو والدي عرف اه. هيخلينا ننفصل. يعني كان كلمة انفصال دي بالنسبة لي كانت ممكن تموتني. انت مش عايزه بقى تعيدي التجربه تاني؟ آه، امم. لا، مش في دماغي تجربة، بس أنا حبيته جدا يعني. اه. بقول اه. لحضرتك كانت كلمته عندي سيف على رقبتي. طيب ايه اللي حصل خليكي اسرع؟ معلش. جيت بعد كده اتكلمنا في موضوع الخلف، امم. ان انا عايزه اخلف منه. فانا كان عندي مشكله في موضوع الخلف، امم. فكانت محتاجه عمليه بسيطه. قال لي لا، انا ما بعملش عمليات، ان جت من عند ربنا ماشي، ما جتش خلاص. امم. يا سيدي هعمل انا العمليه ومش هخليك تصرف حاجه طبعا. هو كان قبل الجواز كان فارش لي الدنيا، بصي، طب ورد ممكن تقولي لي وفل المفاجاه بقى فين؟ صحيتي على ايه؟ يعني ايه؟ انت قلتي لي كل اللي هو كان كويس وكل حاجه، الوش التاني بقى امتى ظهر؟ الوش التاني بقى لما اتكلمنا في موضوع الخلفه. اه، هو رافض انك تخلفي وعنده عيال اكيد؟ 7. 7، وان هو شايف انك انت عندك ولد، فخلاص كده احنا مش عايزين عيال. بالظبط. امم. فانا كان دايما بيحصل لي اكياس على الموبايل، امم. فكانت بتعمل لي نزيف. اه. كان دايما نقطة المشكلة بيني وبينه الخلفة. امم. هي دي كانت نقطة المشكلة. فأنا عشان ما اخسروش، وعشان ما يبقاش في مشكلة بيني وبينه، امم. رحت
رحت شلت الرحم، تمام. وهو كان مبسوط جدا، وقلت له انا بعمل كده علشان ما تبقاش في حاجه ان تخليك تزعل مني. ماشي، وصلنا لفين بقى؟ تمام. امم. فوصلنا ان هو اتجوز. اتجوز عليكي؟ ايوه، اتجوز اتجوز الرابعة. الرابعه. اه. الرابعه. اه. في الوقت ده قبل كده كان اي حاجه بيعملها، امم. مع الوقت مع العشره بقيت اكتشف عنه حاجات انا ما كنتش اتوقعها، انه بيتكلم ستات، امم. بيعرف ستات، مش مهم مين بقى، صاحبتي مش صاحبتي، جارتي مش اي جارتي، واحدة المهم ان يشوفها. هو اه. هو طبعا شكله راجل شغ... مزواج. انت بتقولي دي الجوازة الرابعة. انت معاه دلوقتي ولا سبتيه؟ لا انا لسه على ذمته، بس خلاص يعني اعتبري ان انا مش معاه. طيب سؤالك ايه؟ لان اتفضلي. خلاص، سؤالي ان انا دلوقتي بعد ما ضحيت التضحية دي كلها، اتجوز الرابعة. يعني انت رحتي و... تشيلي الرحم مش عشان انت عندك مشكله ولا عشان تعبانه، انت شلتيه عشان ترضيه وتفهميه انا يا حبيبي بريحك اهو، انا مش هخلف تاني. تمام. انت رحتي عندك عملتي ولاد عمليه وانا. بالخطوره دي ودخلتي شلتي الرحم عشان ايوه. ترضيه؟ اه حصل. انا مش بقول لحضرتك الحقيقة ولا هكذب. امم. جيت جيت في فترة من الفترات، والدتي تعبت جدا، امم. وجي في فترة ان هو بقى خلاص، سابني وطلعني من بيت اهلي، انت وسكنت عندك كام في سنه؟ محافظة. انا عندي 42 سنة، انا مواليد 81. امم. فالمهم سيبنا البيت وطلعنا في مكان تاني، فما عادش بيجي، كان ساعات بيحطنا على الحظر بالشهرين والثلاثة، يعني هو ورن عليه مش هو عارفة هو اوصل له. معتبرك زوجة ترانزيت، وقت ما يبقى فاضي وعنده شوق ليكي هيجي، غير كده انت مالكيش وجود. كان بيصرف بالظبط. عليكي ولا لا؟ لا لا لا. جميل. انت بقى جيت سؤالك ايه؟ جيت اتفضلي عشان الوقت معلش. سؤالي ان انا خسرت خسرت اهم حاجة في حياتي. طبعا. سؤالي ان انا خسرت مش الرحم، خسرت والدتي. هي والدتك ماتت؟ والدتي، ايوه والدتي اتوفت، لان انا طبعا طلعت اشتغلت، امم. لاني هصرف منين انا وابني، ومعايا ابني في المدرسة ودروس وكل امم. ده، ووالدتي كانت ست تعبانة. ماتت ازاي وانا بقى؟ ليا اخوات وكانت تعبانة ومحتاجة رعاية، طب انت محتاجة خسرتي حد. خسرتي والدتك، ما هي كده كده ده قضاء الله وقدره، يعني ده امر الله. تمام، بس انا هملت فيها اه، انت حاسه عشان بالذنب شغلي. عشان تشتغلي وتصرفي على الولد ابنك. لا، على الولد ابني وعلى والدتي، بس برضه كنت سايبة ابني قاعد معاها، بس كان سنه صغير، يعني مش ما يستوعبش انه يخدم ست كبيرة، 73 سنة، ما بتتحركش. طيب انا فهمت قصدك ويا ريت تسمعيني. طبعا انت آه كنت يعني كنت محتاجه ان انت يبقى عندك رؤيه اكبر من كده. راجل متجوز قبلك اتنين وانت التالتة، هو بقى بيدعي التدين وفي مدعيين كتير. يعني هو الدين عمره ما كان شكل ولا كان لحية ولا كان لبس معين، الدين معاملة. فهو كان مدعي وكان في زوجتين قبلك، وفكرة ان انا مخلف وانت مخلفة، يعني ازاي تروحي تشيلي قطعة من جسمك عشان ترضيه؟ هي القطعة دي ملكك، دي حاجة ربنا رزقك بيها. هو انتوا فاكرين ان الرحم ده موجود في الستات بس عشان الحمل والخلفة؟ ده مهم جدا على فكرة، ودكاترة النساء هم اللي يقدروا يقولوه. الرحم ده بنشيله وبيستدعي تدخل طبي لو في كارثة حاصلة منه، لو ممكن لا قدر الله يكون اورام خبيثة. لكن انا اروح عشان ارضيك اشيل الرحم حتى لو مش هتخلفي؟ ازاي تعملي ده؟ حتة أمك بقى، أمك توفت، أمك ده قدرها وده قضاء الله، ومحدش بيقدم لحد عمر ولا بيأخر عمر، كل واحد ليه يومه وليه ميعاده وليه اللحظة اللي ربنا هيسترد أمانته فيها. كون انك قصرتي هنشيله خالص ونتجنبه. لو هو انت ما اتجوزتوش انت اكيد كنت هتشتغلي وتسعي عشان تقدري تصرفي على نفسك وعلى ابنك وعلى امك.
فاكيد تاثيرك ما كانش بقصد منك. فانت ما تلوميش نفسك، لان انت ما كنتش مقصره بقصد، اكيد كنت مقصره غصب عنك، الا لو انت قصرتي بقصد بقى وتعمد، وكنت ممكن تبقي قاعده معاه في البيت ومكبره دماغك. لكن طالما من غير قصد، ادعي لها بالرحمه وربنا يرحمها، وتصدقي على روحها الطاهرة إن شاء الله، وربنا يا رب يجعل مثواها الجنة بإذن الله. وادعي لها كتير جدا، وولد صالح يدعو لها. فادعي لها قد ما تقدري بالخير، وادعي لها بالصلاح، وادعي لها بالجنة بإذن الله. وده أكبر حاجة، وبر اللي كانت بتحبهم، وده برك ليها بعد ما ماتت، إنك تتصدقي على روحها، إنك تدعي لها، إنك تبري الناس اللي كانت بتحبيها، إنك كانت بتحبها. والبني آدم ده بعيدي عنه فورا فورا، خلاص الموضوع خلص. فكرة الجواز الترانزيت ده مش جواز، ده اسمه هبل. اتجوزك ويبقى في بينا عقد رسمي، لكن بمزاجي اجيلك وقت ما اشتهيكي، وابعد عنك باسبوع بالاتنين، واعمل لك بلوك عشان ما تقرفنيش، واقول لك شرط ما تخلفيش. اساسا انا بكره الجواز اللي فيه شروط. مفيش حاجه اسمها شرط في الجواز، مفيش حد يقدر يمنع حد من حقه في الجواز، حتى لو الحد ده من وجهة نظره ان عنده حق. لا، انا وانت بالاتفاق بنتفق بالتراضي، انا مخلف وانت مخلفه، فخلاص ارضى بده. لكن تمنعني، افرض انا ربنا عايزه اخوي ابني، عايزاه ما يبقاش وحيد، تمنعني ليه من حقي كأم؟ تمنعني ليه؟ ولا ست تمنع ليه جوزها من حقه كأب؟ الجواز اللي بيتبني على شروط ده مش جواز صحيح. الجواز لازم يتبني على مودة ورحمة، ويبقوا الطرفين كل واحد منهم ناوي انه يسعد التاني، ناوي انه يفرح التاني، ناوي انه يكون سند للتاني. غير كده ده مش جواز. فانفصلي عنه، وخلي ابنك بقى قرة عينك بجد. خلي ابنك ده قرة عينك، ربيه كويس، علميه يكون راجل، خليه ياخد باله من نفسه، خليه يكون صريح، خليه يكون بجد جدع، خليه لما يوعد يوفي، خليه يعرف ان لما يرتبط ببني ادمه هتبقى ليها حق عليه وهيسأل عليها. وربنا يعوضك خير، وترحمي على امك وتصدقي عنها، وان شاء الله هي في مكان احسن، وربنا يرحمنا جميعا برحمته. للاسف